هاي، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنقول مع بعض اساسيات الميك اب اللي لازم تبقى موجوده عند اي بنت. سواء بقى بتشتغل، سواء في الجامعه، سواء هي نفسها بتحب تحط ميك اب وهي خارجه. فهقولك هنا كل الاساسيات اللي لازم تبقى عندك من الالف للياء، عشان لو في حد ناسي حاجة او حد حابب يضيف حاجة هو مش فاكرها او مش عارف يجيب ايه ماركات او انواع. فانا هنا هقولك كل حاجة، وهقولك برضو خطوة بخطوة ازاي تحطي الميك اب، وايه اللي بيتحط الاول وايه اللي بيتحط في الاخر وبيتحط ازاي، والدرجات اللي تبقى عندك، درجات الحلوة البناتي. فكل حاجة هقولها لك هنا في الفيديو ده. فخليكي معايا واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس واعملي لي لايك، ويا ريت تحطي لي كومنت ايجابي كده يفرحني. يلا نبدأ. اول حاجة هنا يا حبايبي لازم تبقى معانا، لازم تبقى بشرتك دي اولا من غير ميك اب او اي حاجة غسول البشرة. غسول البشرة بتاعك ده بيتحدد على نوع بشرتك انتي، اذا كانت جافة او مختلطة او دهنية. انتي اللي بتبقي ادرى واحدة ببشرتك، وانتي اللي عارفة ايه اللي بينفع وايه اللي بيضرها. فاعملي كمان اختبار للبشرة لو مش عارفة تعمليه. بتغسلي وشك اول ما تصحي من النوم، لازم يعني يفضل، بس مش شرط يعني عادي. او تغسلي وشك بالمية بس بلاش الصابون، وبعديها تسيبيها ساعة ينشف او ساعة كده، اللي يكون الوش اشتغل او الدهون اشتغلت. بعديها تحطي منديل على وشك، ولو المنديل ده طلع في كده علامات زي الزيت او الدهون كده، انت بشرتك دهنية. لو ما فيهوش حاجة خالص يبقى انت كده بشرتك حلوة وجافة، ومش جاف يعني الجافة مش حلوة قوي، هي العادية اللي بتبقى حلوة. وفي المختلطة اللي بتبقى حرف تي. فأهم حاجة قبل أي ميك اب أو أي حاجة لازم غسول البشرة. ده غسول البشرة بتاعي من نيتروجينا، هو خلصان طبعا، عايزة أجيب واحد لسه. فانا بحب ده جدا، بحب اصلا نيتروجينا عموما، بتبقى خفيفة كده على البشرة، بتبقى زي الجل المائي لان انا بشرتي دهنية. فده مقشر وغسول في نفس الوقت حلو قوي. فلازم يبقى عندك الغسول بتاعك. تاني حاجة واهم حاجة، صيف شتاء ما تستغنيش عنها، الصن بلوك. لازم يبقى عندك صن بلوك، ولازم تحطيه حتى لو مش هتحطي ميك اب. لازم الصن بلوك يبقى اساسي معاكي، لان الشمس مضرة جدا لبشرتك. هي اللي بتعمل لك الغمقان لو في حتة بشرتك غامقة، مضرة جدا للبشرة، فلازم الصن بلوك. فالنوع ده حلو جدا، مش غالي لان في انواع غالية جدا. فده حلو قوي، يعني كان ب150 جنيه، والعبوة بتاعته كبيرة وبتقعد معاكي. فاول حاجة هنغسل بشرتنا كويس، هنحط الصن بلوك بتاعنا. فطبعا ايه بعديها لازم نرطب البشرة كويس جدا، لان لو البشرة ما ترطبتش هتفرز دهون، فهتخلي الميك اب معاكي يسيح وما يثبتش على البشرة. فلازم ترطبيها كويس قوي، حتى لو بشرتك دهنية لازم تترطب. فلازم الطبقة سوري الوش مراحل طبقات. فانتي لازم ترطبي من جوه قبل بره. فمن جوه ده لازم سيرم. انا حاليا صراحة مش عندي سيرم، بس انتي لازم يكون عندك سيرم يترطب من البشرة من جوه. وبعد كده تحطي بقى ايه المرطب بتاعك، اي مرطب برضو انتي بتحبيه وبتفضليه لبشرتك تحطي مرطب. بعد المرطب هنحط برايمر. بس البرايمر دوت لو انتي رايحة فرح، مش على الفاضي والمليان بيتحط، لانه بيسد مسام البشرة، فغلط جدا. فالبرايمر لو انتي رايحة فرح بس او خارجة خروجة مهمة وعايزة شكل الميك اب يبقى بروفيشنال قوي، لكن لو شغل او بتخرجي كل يوم لا بلاش. فدوت خليه لو انتي رايحة فرح. طبعا بعد كده خلاص رطبنا وحطينا سان بلوك وغسلنا البشرة. بنبدأ بقى ايه الحواجب. في ناس بتحب ترسم حواجبها، في ناس لأ.
لو انتي ما بتحبيش ترسميها فسرحيها بس بفرشة زي دي كده، تبقى عندك سرحي بيها حواجبك وخلاص. مش بتحبي وبتحبي ترسميها، يبقى هاتي الفرشة دي، يبقى معاها مثلا باودر زي كده حلو قوي. ده كان بريتي وومن، ما كانش غالي يعني. في طبعا انواع كتير قوي حلوة. وافضل حاجة للحواجب هي البودر. بلاش تستخدمي قلم، لان القلم بيوقع الشعر هو والجل. بلاش يعني لو بتستخدميه بشكل يومي بلاش قلم. انما لو بتحبي القلم في حاجات زي كده برضو، بس احسن حاجة للحواجب البودر. القلم ده برضو يعني الناحية دي فرشة والناحية التانية قلم، فبرضو حلو. انا بديكي اختيارات كتير برضو اللي انت عايزاه. تاني حاجة معانا الكحل. فانا معايا الكحل بتاعي ده ايسنس. الاسود ده ايسنس. طبعا على حسب برضو عينك انت بتتحسسي من الكحل ولا لا. وفي انواع على فكرة كانت بتخلي عيني توجعني جدا، زي رميل. ده اللي هو ده غالي يعني. بصي سبحان الله، الغالي ده كان بيخلي عيني توجعني عشان غالي. ده كان ب120 جنيه، ريميل لندن ده. بس انا بحب اللون البيج ده جدا لان انا عيني صغننه فبتوسعها. انتي لو عينك صغننه برضو بتحبي انك توسعي عينك، الكحل الابيض او البيج عموما بيبقى حلو قوي. والاسود ده ايسنس، كان ب35 جنيه وحلو جدا. تاني حاجه بقى الكونسيلر. بلاش تحطي كونسيلر ابيض. ليه؟ لان الهالات لازم تتكنسل الاول. بلاش ابيض لان الابيض هيزرق وهيسود ومش هيبقى حلو. لازم تكنسلي الهالات الاول بلون غامق نفس بشرتك، نفس درجة بشرتك او اغمق شوية. وبعد كده تحطي الفاونديشن، وبعد الفاونديشن لو عايزة تفتحي حطي بقى الدرجة الفاتحة. في دي، ده فيتمي حلو قوي. وفي درجات كتير قوي منه، يعني ممكن تلاقي درجة غامقة جدا، ممكن تلاقي درجة فاتحة جدا لو واحدة فاتحة قوي. فمتوفر منه كل الدرجات، ومش غالي برضك، وخفيف على العين، مش تقيل. لان العين برضك مينفعش تحط لها حاجة تقيلة، ولازم تترطب قبليها. بس يعني محدش بيصحى الصبح وهو رايح الشغل يقعد يرطب بقى في وشه وفي عينه. فده حلو برضو خفيف. احنا بنرطب بس عشان ما يخططش لو رايحين فرح، فلازم حاجة تقيلة. عشان كده بس بنرطب. لكن فيتمي حلوة قوي للخروجات اليومية او لو شغل. في بعد فيتمي بقى لازم تثبتي ببودر، لازم. فانتي عايزة بقى بودر. ولو الناس اللي بتحب الكونتور وكده برضو زي انا بحب بصراحة احدد، ففي حاجة من ويت اند وايلد دي حلوة قوي، فيها بودر وفيها كونتور ودرجتها حلوة مش غامقة. فدي برضو حلوة قوي، لان لازم بعد ما تحطي الكونسيلر ترطبي جدا، قصدي تعملي بالبودر سوري. لان مينفعش تحطي حاجة كريمي وتنزلي في الشارع في التراب، هيتلم تراب وهتخططي وهيبقى شكلك وحش جدا. فلازم تعملي تثبتي بالبودر. تاني حاجة هنحط طبعا الفاونديشن. هديكي برضو يعني اختيارين. حاجة لو انتي مثلا بتخرجي كل يوم ويومية وبتحبي تحطي فاونديشن او طبقة على وشك، لازم تبقى حاجة خفيفة ما تبقاش تقيلة، عشان ما تضرش البشرة كل يوم. اصلا كتير قوي على البشرة، مجهد قوي كل يوم تحطي فاونديشن، لازم البشرة تتنفس. ففي فيتمي حلو قوي 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 للبشرة، خفيف وناعم ومش بيكتل ومش بيخطط، هو ناعم على البشرة خفيف. اصلا لما تفتحيها تحسيه من جوه زي سايل شوية، عشان هو خفيف وينفع يومي. في بقى حاجات لو انتي رايحة فرح تبقى اتقل شوية، الكفر بتاعها تقيل شوية، زي بورجوا. كل ده للبشرة الدهنية. ده ينفع بشرة دهنية ومختلطة وجافة. انما ايرمات دوت بورجوا ايرمات ده للبشرة الدهنية.
ده بيقلب باودر مع البشرة الدهنية، مينفعش تحطيه على بشرة جافة. فده حلو قوي، الكفر بتاعه حلو قوي. في برضو حاجة تانية انا بحبها جدا، والكفر بتاعها بروفيشنال على البشرة بجد، تحفة. ايسنس. ايسنس النوع ده حلو جدا جدا، انا عن نفسي حبيته على بشرتي قوي قوي، بروفيشنال جدا على البشرة وناعم. فده برضو ينفع افراح، لو انتي عايزة حاجة الفرح. بعد كده بقى في تنت، من الناس اللي بتحب تحط التنت، انا بحبه برضو. وفي درجات كتير، في دي انا عندي دي كانت جايلي هدية، الدرجة بتاعتها حلوة جدا، الدرجة اللي هي الخوخي دي، اللي مدية على بني، مش بني، هي خوخي، فكانت حلوة قوي. في طبعا حاجات كتير طبعا زي بريت يومن وام ان واماندا، حاجات طالعة دلوقتي حلوة قوي. في البلاشر اللي هو الستيكي اللي زي ده، بريت يومن، حلو قوي برضو، ودرجات منه كتير جدا. طبعا لازم يبقى معاكي بلاشر، انا بحب البلاشر ده من اماندا، ومش غالي خالص، يعني كان باين ب50 او ب55، لما غليت دي كانت 45 كمان. الدرجة دي حلوة قوي، اللي هي الوردي، درجتها 5، ده لو انتي فاتحة. لو انتي غامقة في درجات بقى، هاتي اللي هي الاغمق، او اللي هي اللي على بني، حلوة قوي. معاكي طبعا لازم يبقى معاكي ارواج، انا معايا دول، انا بحب اللي هو اللي بدول، ده من ايسنس. انا بحب الاول صراحة احدد الشفايف، وبعد كده عشان اعرف اظبط الرسمة لازم احددها الاول من بره، وبعد كده احط الروج اللي انا عايزاه. دول ايسنس حلوين جدا جدا وثابتين جدا، لا يعني لو عايزه تستخدميهم كمان روج بس، حلوين قوي وثابتين قوي، يعني كلت شربت عملت اي حاجه ما بيتمسحوش، الدرجه دي حلوه قوي. والدرجه دي برضو اللي هي النود دي تحفه. وفي ده من ام ان، ده غالبا بحدد بيه كل، حتى لو هحط اي روج بحدد بيه ده الاول، كده بحط الروج. في بقى الارواج، في الخشب وفي الكريمي وفي المات. دول الخشب، عندي احمر، دول برضو انواع عادية مش ماركة ولا حاجة، اللي هو الواحد ب20 جنيه او ب15 كمان. اللون ده حلو قوي، كشمير ده، والاحمر. في بقى اللي هو المات اللي زي السوبر ستي بتاع ميبلين، دول حلوين قوي، دول روز جولد، حلوين قوي برضو، ناعمين على الشفايف، مش بيشققوا، ثابتين جدا. الالوان النود دي حلوة قوي، والبينك الفاتح ده، فدرجاتهم حلوة يعني. في بقى اللي هو الكريمي شوية، في دول، ده نود وده بينك، وده زي هو ولا بني ولا بينك، هو درجة حلوة قوي كده، نفس الدرجة دي اللي بره، فحلوين برضو. وفي ده برضو لو عايزة بس تحطي ملمع او حاجة، يبقى حلوة قوي برضو كده، ومدي لمعة حلوة للشفايف. في بقى المسكرة، ابوس ايدك ابوس ايدك، بلاش الماسكارات اللي هي الووتر بروف، يعني بلاش ما نستخدمناهاش كتير، لان هي يعني مضرة قوي للرموش، لان هي بتثبت وبتقلب، يعني ووتر بروف، مضادة للمية، فهي بتمسك قوي في الرموش. بلاش بقى، يعني دي في الضرورة قوي لو رايحة فرح وعارفة انك هتعيطي بس احنا مش طبيعي يعني بتاعنا ماشيين ليل نهار نعيط، فبلاش الووتر بروف، خلينا في الفحم احسن. وانا بفضل برضو بتاعت ايسنس سوري،
ايسنس اللي هي لاش برنسس دي الخضرة تحفة. هي عموما كل الالوانات بتاعتها حلوة، هي بيختلف بس الفرشة من جوه، في حاجة بتطول حاجة بتكثف، فانا بحب دي قوي، هي والبينك حلوين جدا. اخر حاجة معانا بقى الاي شادو. في ناس بتحب تحط اي شادو حتى لو هي خارجة الصبح عادي رايحة شغل او خارجة الجامعة، بس بلاش تبقى الوان باينة قوي واضحة قوي، خليها الوان وورم زي اللي هي البيجات البنيات، حاجة زي كده. دي هتنفعك برضك حتى لو رايحة فرح، الواناتها حلوة قوي وتليق على كل حاجة. خليكي في البنيات وفي البيجات، الالوان دي حلوة. طبعا لازم عشان نحط كل الميك اب ده طبعا عايزين فرش، ده طبيعي. فالفرشة لازم يبقى عليكي فرشة للبلاشر، فرشة للباودر، فرشة للكونتور زي دي كده، فرشة للكونسيلر. كونسيلر برضو يعني مش لازم فرشة، عادي تعمليه بالبيوتي بلندر. للاي شادو على الاقل فرشتين لو هتحطي لونين، لو لون واحد عادي فرشة واحدة بس، دول يعني دول الاساس اللي لازم يبقوا معاكي. طبعا عشان الفاونديشن والكونسيلر لازم يبقى فيه بيوتي بلندر، حتى لو هتحطي الفاونديشن بالفرشة لازم تطبطبي بالبيوتي بلندر عشان توزعي كويس وتمنعي اي خطوط تحصل من الفرشة، فلازم البيوتي بلندر. طبعا بتبليها مش بتعملهاش كده. اخر حاجة بقى واهم حاجة بعد ده كله، بعد ما حطينا ورحنا وخرجنا ورجعنا، عايزين نمسح بقى كل الميك اب ده. لازم ماء ميسلر من نيفيا بقى، ايا كان whatever، من نيفيا، من ايفن، من غارنيه. فيعني في ميك اب كتير مش هتعرفي تمسحيه بالميه بس، زي الروج لو ثابت، الكحل، الماسكارا عشان ما تهببش، فلازم بالماء الميسلر ده حلو جدا. وطبعا بعد الماء الميسلر تغسلي وشك بالغسول لازم، لان انتي بتتعرضي بره الميكروبات والفيروسات في الجو، ما انتي ما بتشوفيهاش، غير التراب طبعا. فلازم تغسلي بشرتك جدا بعد كل ميك اب او بعد كل خروجه، بعد ما ترجعي تنضفيها كويس جدا بالغسول المناسب لبشرتك، وبعد كده تقفلي المسامات بالتونر او بميه ساقعه عادي، مش لازم تونر، او بميه ورد، وترطبيها كويس برضو جدا عشان البشرة تتنفس. وتحطي السيرم، تحطي مرطب لشفايفك، تحطي مرطب لعينك. ده روتين لازم كل واحدة فينا تمشي عليه، مهم جدا لبشرتك، لان طبعا مفيش اغلى من بشرتنا. وبس، يا رب اكون فدتك، ورب اكون لو في حاجة ناقصاكي انا زودتها لك. ويا رب يبقى الفيديو عجبك او عجبكم. ولو عجبكم الفيديو وعايزين فيديوهات زي كده كتير، اكتبولي في الكومنتات. انا الكومنتات بحبها جدا، بتفرحني. وتعملوا لي لايك في القناة وتشتركوا، اعملوا لي لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. باي باي.